مباراة الأهلي وصن داونز. النادي الاهلي بتاريخه بامكانياته بموروثاته بفرصه خطيره لكن يضيع. وقبل ما نبدأ في تفاصيل اللقاء تعالوا نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في هذا الملعب نجا فاز على مازيغ بالدين شيء. الفائز من الزمالك والترجي يلتقي مع في اعقاب هذه المباراه. البدايه والانطلاق ما تحدث عنه المدير الفني المدير الفني بتاريخه بامكانياته بموروثاته بفرصه خطيره لكن يضيع. امامنا هنا اللاعب ليبو هانج موت. اول فرصه امامنا هنا اهو ادي ضغط متولي، الكره اتلعبت في ظهر النادي الاهلي احمد فتحي عمل تغطيه لكن كالمعتاد الحقيقه الاجاده والتالق من جانب مارس باذن الله. 23 31 امام مارس بعد التعادل مع كينيا والتعادل مع جزر القمر. كره اماميه الخطيره لكن ممتازه ياسر ابراهيم. ثاني مره اختراق من العمق بلا كاتسي، ولكن ياسر ابراهيم غطى روعه. بص الكره في امامنا اهو متولي اللي اعتمد عليهم النهارده. كره الملعوبه متولي وياسر ابراهيم، ومركز يحتاج الى التفاهم. نهائي مسابقه الشامبيونز ليج الافريقي نسخه رقم 56 ومنذ 97 النسخه رقم 24. كره خطره جدا ولكن الشناوي يا ولد محمد الشناوي ارانديزي كان متقدم في اللقطه الماضيه. كره فريق خطير سان داونز. النادي الاهلي امامنا علي معلول يانج، هدف يفتح الطريق ان شاء الله. و16 مع نادي سان داونز وحتى في الموسم سيد الهدف الاول يا مروان. يا هلا الكوره مروان محسن هنا كاد ان يسجل في هذه اللقطه 5 اهداف خلال 11 مشاركه افريقيه مع النادي الاهلي. سجل في مرمى منانا وسجل في مرمى الثوره وجيما اباجيفارا الاثيوبي العام الماضي، وسجل ماني في اللقطه الماضيه. محمد مجدي قفشه لعلي في كره حلوه مروان يا ولد نويها مروان. ضربه لمروان للمره الثانيه لمروان محسن. عايزينها بقى الثالثه في الشبكه. شبكه مروان. ادي مروان محسن اللي كلما انتقد كلما سجل الحقيقه. وان كان هذا الموسم سجل في اف سي مصر هدفين وسجل انت عنده 18. جزاء النادي الاهلي. علي معلول مره ثانيه. النادي الاهلي بيضغط. علي معلول اماميه مروان بيرجع على طول بالراس. صلاح حلوه قوي. اجاييه مميز في الحاجات دي. قلتش يا راجل لكن رايح. انت خلص يا اجاييه من الاول. هي الحاجات اللي بيعملها في مباريات الدوري الاهلي المحلي. يعني بأداء مميز جدا بقوه هجوميه بانتصارات ب 45 هدف بشباك لمس الى 3 مرات، وباداء يقارب طبعا ما حدث مع جزيره 17 انتصار. طبعا كان ذلك في منتصف الألفية ده. وامامنا هنا الامور طبعا في فتره تألق كان في فتره. امامنا استلام تحرك المره دي من جانب سيرينو خلي بالك يا متولي. فرق اسقاط انذار. سيرينو بيلم امامنا خطوره الفريق. سيرينو يسدد. خطره جدا الكره دي. خطر امامنا. ادي امامنا الاورجواياني فريق نادي سان داونز. فريق خطير عام الماضي ودع البطوله بعد اقصاء النادي الاهلي. خرج امام فريق الوداد المرسوليه. عاملين لقاء كبير. ادي امامنا دور قفشه في المسانده الهجوميه. قفشه يا ولد يا لعيب جد. انطلاقه حسين الشحات. ارفع عينك وبص. ابحث عن المرد. قفشه بينالتي. اوه يا راجل مفيش هنا ولمسه هي كره بينالتي. كره ركله الجزاء امامنا هو التدخل القوي في الماضيه من جانب كيكانا، والتسديده ارتطمت في ايد المدافع لكن رنداله الحكم نداله في اللقطه الماضيه. الحكم الكونغولي في اللقطه الماضيه المطالبه بركله الجزاء لقفشه في الالتحام اللي كان من جانب واللاعب سيدي احمد فتحي في انطلاقه. وقت ضائع يعني مش هيلعب دقيقتين، لكن هناك كرة ركلة جزاء كبير لقفشه مع كيكانا في الدقيقة 40. ادي العرضية كان هيعملها امامنا مروان. ادي كرة هدف. ادي كرة حسين الشحات والجبهة اليمين اللي شغالة في هذه اللحظات. امامنا هو بدأ حسين يظبط وعمل كرة حلوة قوي ومروان بالكعب. يا على الكرة. شوف امامنا هنا الكرة ملعوبة. حاجات بيبو دي حاجات كابتن محمود الخطيب. الحاجات اللي بالكعب ماضية لكن كرة على طول تطلع الى خارج الملعب. كرة خطرة جدا. ادي الاهلي لم يستغل الفرص. وادي امامنا اجاييه رايه وتسلل امامنا مع اوري يقع ويضيع وقت. ادي امامنا هنا عمرو السن قدم شوط اول مميز جدا حقيقه مع دي. وهنشوف جزء القمر
وننتظر توجه في تصفيات بطولة افريقيا 2021. استلم على طول من جانب ديانج الى اجاييه، الى مروان، اجاييه الشحات، وتسلل الشحات، وتسلل حسين الشحات في وضعية التسلل في اللقطة الماضية. شوف البطء يعني جانب اجاييه. بص هنا مروان حطها له حلو قوي يا راجل، من لمسه واحده مش هيبقى تسلل، لكن هي دي اللي عملت التسلل. ادي الجمهور، ربنا يشفيك النجم مؤمن زكريا، جمهور الاهلي مستني فوق الجميع، شعار الجماهير النهارده بعد ما لعب لقاءات اسوان ومقاولون وشارك ايضا في هذه البطوله في 3 لقاءين في اطار المجموعات امام النجم وامام الهلال، واللاعبين اللي تواجدوا في لقاء السوبر. كره اماميه في العمق الهجومي خطيره هنا، سيرينو الكره اللي بيلعبوا عليها الى سيرينو، الكره اللي بيلعبوا عليها، ولازم الاهلي يكون حذر في هذه الكرات ما بين متولي ومال ابراهيم واحمد فتحي. الحقيقه كان برضه رايح مغطي في اللقطه الماضيه. ادي الاورجواياني سيرينو اللي جايب هدفين في اطار الدوري ومسجل 4 أهداف في مشوار البطوله لهذا الفريق اللي امامنا، الفريق ساندا ميلودي سان داونز الجنوب افريقي اللي تاسس في عام 1917 دوري و2 كاس ومرتين كاس نت بانك، وفاز بلقب هذه البطوله 2016 بعد ما تفوق على نادي الزمالك في المباراه النهائيه وخساره كانت 0-1، وفاز بالسوبر على حساب مازيمبي ايضا كان 2017. انطلاق من علي معلول، فوت علي معلول يلعب الكره بالعرض، لكن شوف التمركز مشكله النهارده في النادي. هذه الكرات والمحاولات علي معلول الاكثر اجاده في النادي الاهلي، لكن محتاج التحرك وقت الدفع ببادجي والدفع ايضا بوليد سليمان من اللقاء من قبل المدير الفني ريني فايلر طبعا في هذا التوقيت. كره من حسين الشحات الى افشار، بطن القدم عايزه اقوى من كده، عايزه له كرات عديده الحقيقه، تحرك ما بين الخطوط، بدأ يتمركز في الأماكن الصحيحة، لكن بباطن القدم صعبة. الكرة دي عايزة بوجه القدم، باطن القدم لما يكون أقرب، لكن تصدي من جانب اونيانجو، وكرة خطيرة من سيرينو لكن مرت إلى خارج الملعب اللي كانت في عمق الدفاعات. عمرو السولية سدد، عمرو السولية ثانية ديانج فيلاكاتزي، ترجع مرة ثانية كرة وسط ملعب مابوي. شوف تبادل كرات امامنا، ظهروا في كاس العالم في 2016 خشيمه في ربع النهائي، وبعد كده خسروا كمان امام تشون بوك في الخامس والسادس. كره اماميه على طول يغطي حمى مره ثانيه، ديانج يشيل الكره الخطيره، عمرو السوليه في وسط الملعب، مرور اسرع يا عمرو، يمرر معلول، روح في المساحه، علي معلول يكمل يبحث عن التحرك اللي بدون كره، تحرك له امامنا هو بالقضيه ديانج، يا ولد علي معلول، هي علي معلول هو الحل، علي اتدلع يا علي، يا ولد على اجاييه معلول يصنع الفارق دائما، علي معلول فارق دائما. هنا سجل في مرمى الترجي والنجم في 2017، سجل في مرمى تاونشيب من بوتسوانا في 2018. مشوار النسخه الماضيه في فيتا كلوب وفي مرمى يطلع، المره دي قال له اطلع بره، قال لموريانو اطلع بره، اطلع لي بره، وطلع له بره، وعلي معلول يتدلع علي معلول في اللقطه الماضيه ويسجل للنادي الاهلي هنا وهذه اللمسه الحلول الفرديه. ابحث عن علي معلول مرمى الاتحاد، 16 هدف على المستوى الافريقي. ادي امامنا انطلاقه اجاييه الى السوليه، الهجوم الاهلاوي، الضغط الاهلاوي، دخول وليد، مكان حساب في هذه الجبهه باحمد فتحي امامنا هنا، ومحاوله يلعب بالشمال يا ولد حلوه لكن الى خارج الملعب. ادي مروان، هل يكون بادجي تبديل تالي للنادي الاهلي؟ شخصيه مروان بعد هدف التقدم اللي يريح، سجل هدف في اول 11 دقيقه، مش يديك افضليه ويديك راحه، يطلعك من اللي كنت عليه. ولكن امامنا هو الشوط الاول اهلي ايجابيه كبيره رغم ال11 محاوله ورغم المطالبه بركله الجزاء كانت لقفشه على لكن الاهلي سجل عن طريق علي معلول. وليد سليمان عدى، وليد يا ولد المره دي عمرو السوليه اللي بدا يندفع هجوميا وديانج، لكن امامنا هو الجبهه الشمال قال لان الحقيقه يعني اجاييه ذكي بيلعب ليس في الطرف فقط، يلعب ويدخل في العمق عشان يدي المجال والمساحه لعلي معلول. الكره اللي جابها الهدف، وعلي معلول حلوه قوي، لكن يا على التغطيه المره دي من جانب اللاعب ارانديزي. امامنا هنا مديشه الكره في اتجاه كيكانا، مابوي رقم 25 ويدخل مابوندا اللي تمنى له جمهور الاهلي النهارده الفوز والانتصار. الاهلي في المقدمه، الاهلي تاريخ يحكى والحاضر يكتب، والمصادم والفوز للنادي الغالي في مباراة اليوم بهدفين مقابل لا شيء. سجل الأهداف 56 من صناعة أجاييه، ثم سجل علي معلول من ركلة جزاء تحصل عليها بادجي. هدفي الشوط الثاني الدقيقة 56 68. الأهلي وجماهيره